سؤال يا جماعة وبيطرح نفسه. ليه حسين لبيب عايز يخلي نادي الزمالك أضحوكة في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم؟ يا كابتن يا حسين، مش عارف تمسك النادي سيبه. يعني انت دلوقتي بيراميدز خد مكانك في الدوري وفي افريقيا، و90% ممكن ياخد منك كاس مصر النهارده. سايب لي الموضوع ده كله جاي تقول لي ده زيزو العقد بتاعه هينتهي مش دلوقتي، دي مش عارف يوم 20، مش عارف ايه، والمفروض ما نلعبش النهارده علشان وقفة عرفات. مع حضرتك الماتش بتاعك انت وبيراميدز كان متحدد قبل كده. طلعتوا انتوا الاتنين قلتم مش عايزين الماتش يتلعب في اليوم ده، فتم تأجيل الماتش للنهارده. فبالله عليك بلاش تتكلم ياما على موضوع ده زيزو العقد بتاعه مش عارف يا جماعة، عقد زيزو بينتهي النهارده. ديت اللوائح في كرة القدم. هتيجي تقول طب اشمعنى اللوائح اتعملت في موقف زيزو وما اتثبتتش او ما اتنفذتش في موقف النادي الاهلي؟ يا جماعة الاهلي ما انسحبش. كان في لائحة في الدوري المصري بتقول إن أي نادي يحك ليه طلب حكام أجانب قبل مرور 15 يوم. فجه ماتش النادي الأهلي ونادي الزمالك أقل من المدة دي، فالأهلي طلب من الاتحاد الكورة حكام أجانب. الحكام الأجانب مجوش، والزمالك اللي قالك احنا عايزين نحكم الماتش بالحكام المصريين قبلها بماتش. قالوا الحكام المصريين ما عندهمش القدرة على إدارة مباريات في الدوري المصري، وعايزين حكام أجانب. اشمعنى في ماتش الأهلي؟ فيا كابتن يا حسين يا لبيب ما تضحكش على النادي والجماهير، انت بتبوظ النادي. وشكرا.